أنا عندي حماس مليون مرة السنة دي عن أي سنة فاتت، مش دي أول سنة تكون سنة جديدة وتحدي جديد عليا، ده السيناريو الطبيعي لأي طالب في الدنيا. خلى أهلي حاطين الثقة وحاطين عليا حمل إن أنت لازم تجيب مجموع. هو مشكلة الموضوع ده إن هو مش مضمون، ممكن يقع في أي لحظة من اللحظات. كده كده ما كانش هدفي ثانوية عامة، ما كنتش حاببها وما كنتش عايز أخشها. بالظبط كده زي ما انت شفت في العنوان، داخل تالتة ثانوي، عندي تحدي جديد وهتبقى سنة دراسية جديدة. بس أنا حابب الأول أقول لك أنا شايفها إزاي وشايف المرحلة دي إزاي. كلنا عارفين إن أنت بتخرج من تالتة ثانوي، واختصارا للوقت نفترض هذا السيناريو، يعني إن أنت جبت المجموع اللي أنت عايزه ودخلت الكلية اللي أنت عايزها. دخلت الكلية اللي أنت عايزها بتدرس فيها 4 سنين أو 7 سنين على حسب طبعا التخصص، أنا بختصر لك. وبعد كده بتخرج تخش على الجيش، من الجيش تروح ده التوظيف بتاعك وتعيش ايه السيناريو بقى مع الحياة. ده السيناريو الطبيعي لأي طالب في الدنيا. خلص ابتدائية دخل على الإعدادية، دخل في الثانوية، دخل في الجامعة، خلص الجامعة دخل في الجيش، هوب هينط على التوظيف. أنا بالنسبة لي شايف بقى إيه من وجهة نظري، أنا مش هعتمد على الدراسة كتوظيف. أوضح أكتر، يعني أنا كمصدر دخل هعتمد عليه بشكل أساسي. بصراحة مش هستنى إن أنا هبقى متخرج من كلية معينة وأدخل الجيش أقعد سنة ولا حاجة وبعد كده أروح متوظف وأقعد أدور على شغلانة أشتغلها. ده بالنسبة لي يعني مش السيناريو اللي أنا عايزه. مش وحش والتوظيف مش وحش، بس مش أنا مستني ده، مش ده هدفي. فكل اللي أنا عامله بالنسبة للدراسة هي سايبها بلان بي، سايبها بلان بي. بس أنا برضو مش ضامن بلان ايه. بلان ايه بالنسبة لي واللي هي إن أنا أشتغل أونلاين وأكمل في نفس السيناريو اللي أنا ماشي فيه حاليا. طبعا هفهمكم بعدين أنا بعمل ايه وبسوي ايه، بس هو ده بالنسبة لي وهيكون مصدر دخل بيكبر بعد كده وبكبر اسمي وكذا وكذا وكذا. فهو بالنسبة لي أفضل مليون مرة من إن أنا أتوظف. تمام، بس هو مشكلة الموضوع ده إن هو مش مضمون، ممكن يقع في أي لحظة من اللحظات زي أي حاجة. يعني حتى التوظيف نفسه مش مضمون، ممكن وأنت متوظف في شركة معينة أو حتة معينة تقع بيك الدنيا وما تكملش. أنا عارف إن أنا دخلت في حتة التوظيف وحتة كده، بس يعني إيه دي مراحل متقدمة شوية، مش ده اللي طالع أتكلم فيه طبعا. بس إيه يعني حبيت أوضح، أنا كل هدفي بلان إيه شغال عليها حاليا وبتكبر. بلان بي دخلت عليا السنة دي واللي هي تالتة ثانوي. حلو حلو، سنة جديدة وتحدي جديد وحلوة وفيها منافسة حلوة بين الطلاب وبعضها. وفي نفس الوقت السنة دي سمعنا برضو نتائج كويسة تخلي الواحد متحمس إن هو يخش والكلام ده. وأنا بصراحة مش هكدب عليك، على الرغم إن الدراسة بالنسبة لي أو مش الدراسة، على الرغم بالنسبة لي إن فكرة إن أنا أدرس وبعد كده أتوظف والفكرة دي بلان بي بالنسبة لي، بس أنا عندي حماس مليون مرة السنة دي عن أي سنة فاتت، وهفهمك ده ليه في الفيديو. عرفنا إن هي سنة جديدة وتحدي جديد، بس مش دي أول سنة تكون سنة جديدة وتحدي جديد عليا. كل السنين اللي أنا عديتها اللي فاتت كانت سنين جديدة وكان فيها تحديات. بس خلينا نتخصص أكتر في حتة الدراسة. برضو دي السنة دي بتاعت تالتة ثانوي ما كانتش السنة الأولى أو السنة الجديدة عليا اللي يكون فيها تحدي. طيب السنة اللي كانت زيها بالظبط، وهقول لك الفرق ما بينهم ايه طبعا، بس كانت زيها بالظبط، كانت دي أول فعلا تحدي بالنسبة لي وكانت سنة جديدة، كانت سنة تالتة إعدادي. السنة دي كانت بالنسبة لي تحدي كبير. جات عليا تالتة إعدادي، أول حاجة واجهتني وأنا بادئ تالتة إعدادي دي، على الرغم إن السنة كانت سهلة وبسيطة، بس أول ما أنا دخلت كان واجهني مشكلة. المشكلة كانت إن حصل دروب معين خلاني وخلى أهلي حاطين عليا حمل زيادة وثقة زيادة، رغم إنها حلوة مش وحشة الثقة، بس كانت زيادة عن اللزوم إن أنا متوقع إن أنا أجيب مجموع عالي. تاني يمكن الكلام مش واضح، حصل دروب عندي مش هعرف أحكي للأسف، بس خلى أهلي حاطين الثقة وحاطين عليا حمل إن أنت لازم تجيب مجموع. وأنا من النوعية اللي هو إيه ما بيمشيش ورا كلام الناس أو ضغط أهله أو المقارنات أو الحاجات بقى اللي أنت عارفها اللي بتحصل في الدراسة دي. أنا مش من النوعية دي خالص وبلغي، يعني حرفيا اللي يعرفني منكم عارف إن أنا سادد وداني من المواضيع دي. مش دي المشكلة برضه، مش دي المشكلة. إحنا عدينا والسنة حصلت وخلصت وكل الكلام الجميل، والحمد لله في مواد يعني ذاكرتها كويس وفي مواد ما ذاكرتهاش كويس. أو خلينا ندي، بما إن إحنا قاعدين مع بعض والفيديو مطول، أديكوا إيه اللي حصل. أول حاجة أنا دخلت السنة أنا عارف إن أنا محتاج مجموع، كنت عامل حسابي إن أنا
أنا داخل السنة وكنت عامل حسابي إن أنا في المدارس اللي هي كانت بديل للثانوي العام، حلو، كانت بتاخد من بداية 250 لحد 280، فطبعًا كل ما درجاتك بتعلى كل ما كان بيبقى ليك الأولوية. الكلام ده أنا باكلمك ساعتي لما أنا كنت في تالتة إعدادي، معرفش الوضع لسه زي ما هو والّا لأ. المهم فكان بيبقى ليك الأولوية كل ما درجتك بتزيد، وكانت ثانوية عامة ساعتها بتاخد من 220 225 فاهمني، يعني حتى ما وصلش ل 230 ساعات يعني وأنا فاكر. كده ما كانش هدفي ثانوية عامة وما كنتش حاببها وما كنتش عايز أخشها، تمام. أنا شايف إن السنة سهلة عشان برضه أكمل لك، أنا شايف إن السنة سهلة، وشايف على الرغم إن واجهني شوية صعوبات في الدروس أو الكلام ده، أنا مش عارف إن السنة سهلة، وعارف إن هي تحت إيدي، وعارف إن هي زي أي سنة جدًا. ودخلت باقول لك إيه، أقسم بالله أنا في ابتدائي حطيت مجهود، في ابتدائي حطيت مجهود وطاقة أعلى مليون مرة من اللي أنا حطيتها في تالتة إعدادي. أنا بُص باقول لك صراحة، أنت مش هاخبي عليك حاجة، ولا هاخبي عليك حاجة، أنتم هنا باقول لكم كل الصراحة اللي حصلت معايا، تمام، تمام. فنرجع تاني، أنا في ابتدائي حرفيًا حطيت مجهود أعلى مليون مرة من اللي أنا حطيته في تالتة إعدادي. نيجي خلصت السنة، طبعًا حصل معايا مشاكل مش هاعرف أقولها لكم هنا لإن هي مش هينفع تتقال هنا، بس لو عايز تعرفها انضم للجروب وهناك باشارك أسرار وهاعرفك قصة الجروب ده إيه. بس هو جروب واتساب باشارك أسراري والحاجات اللي حصلت معايا والحاجات اللي أنا باستخدمها حاليًا والحاجات اللي أنا باعملها بتساعدني إن أنا أتطور، باشاركها هناك على الجروب، وهاعرفك قصة الجروب ده قدام شوية. يشاء القدر إن جبت المجموع وكنت ناقص بالضبط 18 درجة على إن أنا أجيب ال280، 18 درجة، جبت 262 مجموع. أهلي فرحوا، أنا فرحت، كنت فرحان لإن أنا حصل عليّا ضغوطات كبيرة ساعة الامتحانات، ما كانتش بقى الامتحانات وما كانتش الدروس وما كانتش أي حاجة من الحاجات دي، دي كانت حاجة تانية، حكاية تانية حصلت معايا، يعني اتدبست من الآخر يعني. فكنت فرحان جدًا إن أنا بعد كل التعب ده اللي ما كانش دراسي بس، لأ ده كان حاجات تانية، قدرت إن أنا أوصل لإيه، للي أنا عايزه. المهم يشاء القدر إن أنا جبت المجموع وجبت كل حاجة وهوب رُحت داخل ثانوية عامة. السؤال المنطقي دلوقتي اللي أنت تسأله، هو أنت ليه بعد ما جبت المجموع وجبت كل حاجة دخلت ثانوية عامة؟ حلو، أنا بعد ما جبت المجموع بصراحة بصيت على المدارس، أنا كنت هدفي المدارس اللي هي البديل للثانوية دي، بصيت عليها لقيت إن في منها أصلًا ما بيدخلش جامعات، في منها ما بيدخلش جامعات. يعني هي على قد إن أنت بتاخد الإيه الدبلومة أو اللي هي بتاعة الثانوي يعني، تبقى أكنك زي اللي بيوازي خريج المعهد، يعني هابقى في مدرسة هاوازي لخريج المعهد. وده طبعًا ما كانش هدفي، كان هدفي تعليم عالي. لأ، لأ، جبت المجموع تمام. طيب بُص على التخصصات اللي موجودة دلوقتي عامةً، اللي هي الكليات، سيبك بقى من مرحلة الثانوي، أنا عارف إن دي مرحلة كده بتودي على الحتة اللي أنت عايزها، فهي مرحلة انتقالية برضه. فسيبك من إن أنت داخل ثانوي إيه، بُص على التخصصات اللي موجودة دلوقتي وشوف أنت ميّال لإيه وحابب ليه. بصيت، اخترت مجال، 2، 3، 4، 5، جبت كل المجالات دي موجودة في الثانوي، في ثانوي عام، ثانوية عامة. فخلاص مضطر إن أنا أخش ثانوية عامة. طيب أنت هتيجي تخترع العجلة؟ لأ، أنت كل هدفك إيه، توصل للكلية الفلانية أو الكلية الفلانية أو الكلية الفلانية أو الكلية الفلانية أو الكلية الفلانية، اللي هم ال5 اللي أنا حددتهم، تمام، تمام. فمش مهم السكة، مش مهم تكون حابب السكة، بالضبط عامل زي اللي هو إيه، واحد مثلًا هدفه يبقى معاه 1000 جنيه، هتفرق بقى مع الطريقة اللي هيبقى يجيب بيها ال1000 جنيه؟ مش مهم، والله بِعت حاجة، رُحت اشتغلت في حتة، مش هتفرق. مش هتفرق أنت جبت ال1000 جنيه منين. فكذلك أنا عملت كده، مش مهم الطريقة، المهم إن أنا هاوصل للحاجة اللي أنا عايزها. كده أنت فهمت رؤيتي عن الثانوية عامةً وهدفي من الكليات إيه، أنا باحب التعليم وباحب كل حاجة، بس كهدف وظيفي لأ، مش جاي مش ده هدفي. بس أنت كده فهمت أنا قصدي إيه وإيه هدفي من الموضوع. المهم خلصنا، رُحنا أولى ثانوي، رُحنا تانية ثانوي، يالّا بينا على إيه، على تالتة السنة دي. فاكر أنت الdrop اللي حصل في تالتة إعدادي وأنا داخل تالتة إعدادي؟ حصل هو بل أكبر كمان، الأكبر بُص بقى حاجة صدمة. أنت ممكن تقول بقى ده بيألف قصة وعشان يعمل فيديو، أقسم بالله، أقسم بالله نفس الdrop هو حصل بس أكبر كمان. يعني أنا مش مستوعب بجد، يعني دماغي مش واصلة لها إشمعنى كل ما آجي أخش تالتات
وبتاعة تالتة ثانوي بالذات يحصل نفس الدروب. اشمعنى أنا؟ فاهم؟ طبعا الدروب الأولاني لو فاكر لما حصل خلى في ضغط من ناحية أهلي، وشايفين هم مش شايفين إن هم عاملين ضغط، خلي بالك هم في ثقة عمياء إن مطر هيحقق هدفه، خلي بالك وفي ثقة عمياء إن الشخص ده هيوصل للهدف، فبشكل لا واعي ده بيعمل عليها ضغط، ده بيعمل عليها ضغط لأن أنت طب قول بتاع تالتة إعدادي دي كانت ترمين وكل ترم لوحده، إنما بتاع السنة دي لأ، أنت بتدرس 10 شهور مع بعض، يعني مفيش حاجة اسمها ترمين، أنت ترم كامل على بعضه بتدرس 10 شهور وبتشتغل دلوقتي وبتجني عملك بعد سنة. يعني أنا لو اشتغلت أهو من شهر 8 أهو عشان أشوف نتايج شهر 8 أو شهر 9 أو شهر 10 أو شهر 11 أو 1 أو 2 أو 3 لازم أجنيها بعد سنة. فالسنة دي في ضغط جامد جامد جامد، أنا شايفه هو لسه ما جاش لأن السنة لسه ما بدأتش، بس أنا شايفه ولازم أكون واعي عليه. وده الأسباب بصراحة، وعيك بالمشاكل اللي بتواجهك أو وعيك بالتحديات اللي هتواجهك ده بيخليك أنت سابق بخطوة، ده بيخليك بالظبط كده عامل زي إيه لما يكون في عدو وأنت عارف إن هو جاي وأنت مجهز نفسك ومستنيه، فبتلاقي الموضوع عامل إزاي؟ لأ ده أنت بتقابله وممكن تكسبه. عكس خالص لما تلاقي إيه ده في عدو داخل عليك وأنت مثلا قاعد مخيم في الخيمة، قاعد في الخيمة وفجأة عدو داخل عليك، أو فجأة لقيت جيش داخل عليك وأنت مش مجهز، فطبيعي أنت مش مجهز ومش مهيأ نفسك، فطبيعي إن أنت هتتهزم وطبيعي إن أنت هتخسر. فعشان كده لازم تكون سابق بخطوة، لازم تكون سابق بخطوة التحدي بتاعك أو العدو بتاعك أو المسابقة بتاعتك أو أيا كان بتسميها إيه، لازم تكون أنت سابق بخطوة عشان تعرف بالخطوة دي، عشان بالخطوة دي تعرف تاخد نفسك وتعرف تفكر وتعرف إزاي هتواجه المشاكل اللي جوه التحدي ده. أنا بجد لحد دلوقتي مصدوم. ليه؟ مع إني أنا عارف، بس أنا يعني لما قلت الموضوع في الفيديو دلوقتي يعني مصدوم. اشمعنى كل ما اجي ادخل ثالثه ثانوي يحصل الدروب اللي يخليني على ضغط؟ اشمعنى؟ طيب كده عرفنا ايه وجهه نظري من الثانويه. اساسا هي مرحله مش شرط اكون حاببها، انا ما قلتلكش بكرهها بس مش شرط اكون حاببها، مهمه جدا 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 لانها توصلني لهدفي، وفي نفس الوقت هي تخليني معايا بلان بي قويه جدا جدا جدا، عشان لو انا الشغل الاولاني او المصدر الدخل الاولاني ما ظبطش اعرف ارجع لايه للوظيفه تاني. انت فاهم انا قصدي ايه؟ تمام. كده عرفنا وجهة نظري. الحاجة التانية عرفنا الدروب اللي كل سنة بيتكرر في تالتة ده اللي غريب بصراحة، وعرفنا ان ايه هو بيزود ضغط. للأسف مش هعرف اقوله دلوقتي بس هتعرفوا فيما بعد هو ايه الدروب ده. من هنا بقى من بعد الدروب ننتقل لايه هي اصلا التحديات اللي عندي او ايه الحاجات اللي انا السنة دي هتحصل فانا شايفها تحديات بعيدا عن الدروب ده مش تحدي، الدروب ده مشكلة وحصلت اثناء ما التحدي شغال. تمام. فتعال بقى نخش على التحدي نفسه. اول تحدي قابلني وانا بفكر في وتالتة ثانوي هتمشي ازاي والدراسة والكذا والكذا، ده اكبر حاجة شفتها قدامي ان هي سنة كبيرة على بعض. يعني هي اول حاجة هي مش ترمين زي باقي السنين، تاني حاجة هي سنة كبيرة وعلى بعض. تمام. يعني مش هتعرف تتخاذل في النص، مش هتعرف تريح في النص، ودي على قد ما هي حاجة صعبة على قد ما هي حاجة حلوة. انت مستمر في الشغل وعلى طول دماغك واعية ان انت في هدف ركز عليه ما تريحش. والكلام ده بصراحة كان بيحصل في السنين اللي فاتت، إذا كان تانية ثانوي أولى ثانوي تالتة إعدادي، كل الكلام ده حصل فيه التخاذل والراحة اللي بقولك عليها الوحشة. كل السنين دي حصل فيها التخاذل اللي بقولك عليه. فالنقطة الأولانية زي ما بقولك إن هي السنة كبيرة وده هيتعبني جسديا ونفسيا ومعنويا وهيتعبني، وأنا عارف الكلام ده، ومعرفتك بالشيء هتخليك سابق بخطوة. يعني معرفتك بالأشياء دي هتخليك سابق بخطوة على طول. فخليك منطقي، خليك عارف انت واقف فين ومحتاج ايه وعايز ايه. فحتة الشغل المستمر، فجزئية الشغل المستمر اللي من غير راحة او طول داير في ساقية لمدة سنة متعب 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 متعب، بالذات ان انت هتبدأ بسرعة معينة في المنهج وهتبدأ بمجهود معين في المنهج، هيزيد المجهود ضعف، هيزيد التعب ضعف مع فترة المراجعات. معظم الناس بتبقى فاكرة ان مثلا فترة المراجعات دي ما انت خلاص مذاكر لا، السنين اللي فاتت حاجة والسنة دي بتبقى حاجة. السنة دي انت ذاكرت الكتاب اللي الفلاني فانت بتشوف الكتاب اللي بعده، خلصت الكتاب اللي بعده بتشوف الكتاب اللي بعده في مادة واحدة. ممكن لو انت مثلا بتشوف شرح من مثلا من كتاب المدرس،
يعني لو نفترض إن أنت في الكيميا مثلًا معظم اللي في الكيميا بياخدوا مع خالد صقر أو عبد الجواد، نفترض إن أنت مع خالد صقر، فمثلًا كتاب الشرح والشرح خلاص كتاب خالد صقر والشرح هيبقى خالد صقر وخلاص أنت عرفت دنيتك ماشية إزاي. طيب فمثلًا أنت فاهم أو كتاب الشرح خلاص أنت اعتمدته اللي هو بتاع أنت اعتمدت كتاب الشرح مثلًا بتاع خالد صقر، هتيجي تحل ممكن تحل من الامتحان، خلصت الامتحان هتحل من مندليف، خلصت المندليف هتحل من كتاب تالت مثلًا تدوّر كده تشوف في كتب تانية إيه، فالموضوع هيبقى مُجهِد جدًا، جدًا، جدًا في حل الأسئلة، مُجهِد جدًا، جدًا، جدًا في الاستمرارية، مُجهِد جدًا، جدًا، جدًا في ظِل المشتتات اللي موجودة حاليًا، اللي هي المشتتات موبايل، أنا واحد بيستهلك محتوى كتير وهاقول لك ليه في النقطة اللي جاية، في ظِل مثلًا الخروجات والصحاب والحكايات والكلام ده، فطبعًا كل الكلام ده بيستهلك منك وهيأثّر على الاستمرارية وهيأثّر على النوم، والنقطة دي بقى بتاعة النوم دي مهمة برضه، مهمة برضه. أنا عامل الفيديو ده بالذات مش عشان أفهّمك إن كل حاجة صعبة وكل لأ، عامل الفيديو ده عشان يبقى أكنّي بنفكّر مع بعض ودردشة ما بيني وما بينك. الكلام اللي أنا باقوله لك ده أنا مش لسه بافكّر فيه دلوقتي، لأ، أنا الكلام ده فكّرت فيه مرّة و2 و3 كتبته على ورق مرّة و2 و3 وكتبت هدفي مرّة و2 و3 وإن شاء الله هاوصل له وافتكر والفيديو ده هيفضل موجود وإن شاء الله هاوصل لهدفي وهارجع الفيديو ده هافكّركم بالفيديو ده. نيجي للتحدي التاني، التحدي التاني هو صناعة المحتوى. للنظرة الأولى كده تقول إيه ده، إيه علاقته بالدراسة أساسًا؟ يعني أنت بتقول ثانوية عامة وتالتة ثانوي وكذا، 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 إيه علاقته؟ للي ما يعرفش أنا أصلًا يوم ما بدأت صناعة محتوى بدأتها في سنة تانية ثانوي، السنة اللي فاتت على طول، فلمّا جيت بابُص أنا طبعًا عملت خطة وبصيت وقُلت إزاي هاصنع محتوى وكنت لسه باتعلم أصلًا، فلمّا جيت بصيت لقيت إن إيه، لأ ده أنا قدامي دراسة وقدامي صناعة محتوى، فأنا هاحاول أوازن بين الاتنين. جيت أحاول أوازن بين الاتنين لقيت إن صناعة المحتوى بتخش أكتر على الدراسة، فأنا جربت مش ما جربتش، لقيت لك صناعة المحتوى بتخش أكتر ووقتها بياخد أكتر من الدراسة، ودي على قد ما أنا حاجة باحبها، على قد ما أنا حاجة إن أنا أعمل فيديوهات وكذا، 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 أنت هاممني بصراحة مش هاقول لك لأ، بُص الفيديوهات عندي عاملة إزاي، أنا مش فارق معايا المشاهدات، مش فارق معايا. أنا كل اللي فارق معايا لو 10 تنفار 10 أفراد بس اتفرجوا على فيديو استفادوا منه عملوا لايك كتبوا لي كومنت حلو علقوا لي على الحاجات المشاكل اللي موجودة وأصلحها خلاص كده بالنسبة لي وصلت الرسالة. مش بقول لك إن أنا مش عايز مشاهدات بس في نفس الوقت في ناس استفادت حتى لو عدد قليل، هو ده الهدف أصلا من اللعبة كلها بالنسبة لي. فحل المشكلة دي بكل بساطة أنا بدل ما كنت بعمل صناعة المحتوى الأول جزء وحياتي أنا جزء، لأ، هُم الاتنين هيبقوا جزء واحد، فلو مثلًا فتحت الchannel اللي أنا عندي هتلاقي إيه، هتلاقيني باعمل فيديوهات باعلّمك فيها حاجات معيّنة، وتلاقيني لابس لبس معيّن، وتلاقيني باروح مكان معيّن باصوّر فيه، وتلاقي إيه، في نمط معيّن الفيديوهات ماشية عليه، طبعًا الكلام ده كان برّه حياتي الشخصية، كان لازم صناعة المحتوى تيجي على الدراسة، ولمّا شدِّت عليَّ الامتحانات في تانية ثانوي اضطريت إن أنا أركّز في امتحاناتي أكتر، لإن أنا أصنع محتوى، فقعدت بتاع أسبوعين أو 3 ما بانزّلش أي حاجة، ما عنديش أفكار، مش كاتب أي حاجة، وما فيش وقت إن أنا أصوّر أصلًا، أنت فاهمني؟ فحلّي للمشكلة دي إيه، هو إن أنا هاخلّي أول حاجة أنا هانزّل فيديو واحد زي ما بانزّل كل أسبوع اللي هو بيبقى يوم الخميس، زي ما أنتم متعودين، حلو، حلو، الفيديو ده هيكون مرّة يوم في حياتي هاصوّر من أول ما باصحى، وأنا يومي على فكرة بيبقى طويل، مش بيبقى صغير خالص ولا مثلًا باصحى الساعة 01:00 ولا حاجة، لأ، أنا باصحى الصبح أصلّي الفجر أو بلاش أحرق لكم بلاش، خلّيه إيه في الأيام اللي جاية، اللي هي خلاص هتبدأ دراستي وهتبدأ وكل حاجة هافهمكم أنا باعمل إيه بالضبط، وهاشارككم خطوة بخطوة الحاجات اللي وصّلتني لأهدافي اللي قبل كده، فهيبقى في يوم vlog كامل لليوم، حلو، المحتوى يفضل كده بس؟ لأ، هيبقى رخم. فهاعمل لكم كمان فيديوهات study with me ذاكر معايا، الفيديوهات دي أنا مش باعبّي أي فيديوهات وخلاص عشان برضه تبقى فاهم، أنا مش اللي هو يالّا باعبّي أي فيديوهات وارفع، لأ، هدف الفيديوهات دي أول حاجة الفيديو الأولاني اللي هو يوم في حياتي، هو هدفه إن أنا أشاركك الروتين اليومي أو نظامي اليومي أو أيًا كان هتسميه إيه، اللي هيخلّيني بإذن الله أوصل لهدفي، وأورّيك إن في استمرارية ودي أهم حاجة، دي أهم حاجة.
رقم 2 فيديوهات study with me دي مش أي حاجة وخلاص، مش اللي هو أي فيديو مدته طويلة ويالّا، لأ، هاعرّفك برضه النظام المذاكرة اللي هامشي بيه. طبعًا أنت في أشهر نظام البومودورو 45 و5 وأنا اتكلمت عنه، 45 شغل و5 راحة، ده أنا كلمت نفسي عنه. هاورّيك كل الأنظمة اللي هاستخدمها، هاورّيك إزاي باذاكر، هاورّيك باذاكر مادة إيه، في تفاصيل برضه هاقولها في اللي هو الrest يعني الجزء بتاع الراحة ده هابدأ أتكلم فيه، هافهّمك والله إيه اللي واجهني، طب المادة دي فيها إيه، طب الجزئية إيه اللي صعب فيها، طب ركّز على الحتة الفلانية. فأنت لو طالب تالتة ثانوي، وأنا أعتقد معظم اللي بيتفرّجوا هنا هيبقوا داخلين تالتة ثانوي أو كانوا موجودين في تالتة ثانوي فهيفيدونا أوي، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدًا. فالموضوع كله هيبقى إفادة ليّا وليك، وهاصور لكم حياتي مش جزء منفصل عن حياتي. لو فضلت على الرتمين دول برضه هيبقى المحتوى ممل، فهاعمل أنواع فيديوهات تالتة واللي هي نفس الفيديوهات اللي بتشوفها على الchannel هنا، واللي هو نفس الريتم بتاعنا، واللي هو باتكلم عن الصحة، باتكلم عن النضافة الشخصية، وده لسه هينزلوا الأفكار دي عشان أنت تفتح الصفحة دلوقتي مش هتلاقي حاجة، كل الكلام ده لسه هينزل. هاتكلم عن الفلوس، كل الكلام ده لسه هينزل، وبتاع الفلوس بالذات نازل قريب. الفيديو بتاع الفلوس اللي هينزل هاكلمك إزاي تكسب أونلاين زي ما أنا باعمل، هاشاركك تجاربي، هاقول لك إيه المناسب ليك وإيه اللي مش مناسب ليك، إيه اللي أي كلام وإيه اللي مفيد فعلًا. فيديو هينزل قريب جدًا، برضه هاتكلم عن إزاي تطوّر شخصيتك إن تكون شخصية عاقلة، هادية، ناضجة. هنتكلم عن الmindset، فيديوهات هتنزل كلها عن الmindset، يعني في فيديوهات جزء هينزل منها عن الmindset بس، وجزء تاني هينزل عن تطوير الشخصية بس، وجزء تالت هينزل عن النضافة الشخصية بس، وجزء رابع عن حل بعض المشكلات اللي لو أنتم كتبتوها لي، أو بعض المشكلات اللي باشوفها مثلًا بتيجي لي على جروب الواتساب أو بتيجي لي على الإنستجرام، كل الكلام ده هاعمله. وهاشاركك برضه بعض النصايح والtricks اللي أنا باعملها في بعض الحاجات زي مثلًا شعري، وشي، جسمي، كل الكلام ده. وعلى فكرة معظمكم شايف إن جسمي عادي لإن هو مش باين في الفيديو، بس أنا كان جسمي حاجة وبقى حاجة الحمد لله. فبرضه هاشاركك التمرين بتاعي وهاشاركك أكلي هاشاركك كل حاجة على الchannel هنا. هدف الchannel هنا يا جماعة عشان بس اللي مش عارف، هو إن أنا باخدك من إيدك أيًا كان أنت كنت واقف فين، باخدك من إيدك ونوصل مع بعض. أنا مش جاي أورّيك إن أنا أحسن منّك، لأ، هدف الchannel هنا إن أنا باعرف حاجة، باتعلّمها، باقرا عنها كتير، بانفّذ الحاجات اللي اتعلّمتها دي، طلّعت نتايج باعلّمها لك، وباخدك من إيدك ونوصل مع بعض. مش أنا اللي عايز آخدك عشان نبقى في course معيّن وأبقى أنا اللي فوقيك وباعلّمك، لأ، هدف الchannel هنا إن إحنا نبقى مع بعض. حلو، حلو. طبعًا دلوقتي جه ميعاد إن أنا أقول لك على موضوع جروب الواتساب، ده جروب على الواتساب أنا عامله، باشاركك فيه النصايح، باشاركك فيه الtricks، باشاركك فيه الحاجات اللي ما ينفعش أقولها على اليوتيوب وفي الفيديوهات، وباحل لك مشكلتك أنت. لو عندك أي مشكلة أو عندك أي سؤال أو عندك أي حاجة باحلها لك أنت بس، مش مجرد فيديو عام باطلع أتكلم كده وخلاص، لأ، أي سؤال عندك باحله لك أو بارُد عليه، يعني باعمل لك كل اللي أنت مناسب ليك. مش بس كده، بيكون جوّه جروب الواتساب كل أسبوع لينا مكالمة، أي حد عنده سؤال بارُد عليه، أي حد عنده مشكلة بارُد عليه، تدريب أونلاين من الآخر بس مجاني، تدريب أونلاين مجاني. عايزك تفتح أكبر اليوتيوبر أو حتى اليوتيوبر المتوسطين شوف التدريب الأونلاين عامل له كام، هتلاقي من 1000 فيما فوق، أنت بتاخد تدريب أونلاين مجاني. أنا مش هدفي يا جماعة إن أنا أعمل منكم فلوس، أنا مش هدفي إن أنا أعمل منكم فلوس، تمام؟ هتلاقي جوّه الجروب ناس من سنّك، مش بس ناس أكبر منّك، مش بس ناس أصغر منّك، لأ هتلاقي ناس من سنّك فاهمين دماغك، وعندهم نفس الهوايات اللي عندك، وهتلاقي بيئة جوّه فعلًا تساعدك إن أنت تنجح، وهتكوّن صداقات جوّه من سنّك أو أكبر منّك أو أصغر منّك، ناس فعلًا عندها أهداف وعايزة تحققها، مش ناس مثلًا من النوع اللي معظمنا يعرفه اللي هو قاعد على القهوة، قاعد بيلعب بلاي ستيشن، قاعد مقضّي طول حياته لعب وهزار وضحك ونوم ومتأخّر والدماغ بايظة، لأ، دي مش صداقة تقدر توصّلك لهدفك. زي ما إحنا عارفين الصاحب ساحب، فمعظم الصحاب اللي إحنا عارفينهم دول أي كلام. طيب عشان تلاقي صحاب فعلًا زي اللي أنا محاوط نفسي بيهم، وصحاب فعلًا تاخدك لقدّام وهُم عايزين كمان يتطوّروا، مش صحاب يضحكوا عليك ويتريقوا، هتلاقي جوّه الجروب ناس زيّك بالضبط. عندها نفس الأهداف، عندها نفس الحياة، ونِفْسهم يحققوا أهداف ونِفْسهم يوصلوا لإنجاز في حياتهم. فكل الكلام ده
أنت لو بصيت على أي تدريب أونلاين أو على أي منصة أو على أي جروب أو على أي حاجة هتلاقي كل الكلام ده مدفوع. أنا الكلام ده باعمله ببلاش، جوّه باشاركك حاجات أنا اتعلمتها من كورسات، قسمًا بالله أنا اتعلمت حاجات من كورسات رهيبة جدًا، بس أنا مش هينفع أقولها على اليوتيوب، للأسف اليوتيوب فيه حاجات بيعجبها وفي حاجات أنا ما ينفعش أقدّمها كده أي حد يعدّي يسمع أي حاجة كده لأ، لازم يكون الناس اللي جوّه عارفين مين اللي بيتكلّم، عارفين ده شخصيته إيه، عارفين دماغه ماشية إزاي، عارفينه هو كُلّه على بعضه، مش أي واحد كده مثلًا زي ما بتفتح اليوتيوب تفتح تلاقي واحد بيتكلّم في أي حاجة فتاخد منّه المعلومة أو ما تاخدهاش، لأ، لازم الناس اللي جوّه تكون عارفة بالضبط مين ده، فعشان كده باشارك على الجروب بس، تمام. فأنا مستنيك دلوقتي جوّه الجروب عشان نتكلّم في موضوع التالتة ثانوي ده أكتر، وحابب أعرف رأيكم في موضوع تالتة ثانوي والتعليم عامةً، وحابب نشارك بعضينا الخطط والأساليب اللي إحنا هنستخدمها في تالتة والنظام اللي إحنا هنشتغل عليه، يمكن نستفاد من بعض. يبقى إحنا كده خلّصنا النقطة الأولانية واللي هي إن السنة كبيرة وهي محتاجة تعب وجهد كبير ومحتاجة استدامة عليها ومحتاجة استمرارية. الجزئية التانية وهي كانت إزاي أوازن بين صناعة المحتوى والدراسة، اللي إحنا عرفنا إزاي إن هو أخلّي الدراسة وصناعة المحتوى جزئية واحدة. نيجي بقى للنقطة التالتة ودي هي مش مشكلة كبيرة بس برضه هتبقى من ضمن حياتي واللي هي التمرين. التمرين هي مش مشكلة كبيرة، هي بيبقوا ساعتين والّا حاجة أو ساعة ونُص، الموضوع مش كبير مش عامل لي عائق بس برضه واخد من اليوم، هاحطه من ضمن صناعة المحتوى وكده هيساعدني في دراستي لإن أصلًا التمرين عامةً أي تمرين أيًا كان بتتمرن إيه، أنا باتمرن gym أيًا كان أنت بتتمرن إيه، بس التمرين عامةً بيفرز الهرمونات أحسن في الجسم، وبيخلّي العقل يشتغل ويخلّي السوائل اللي بتتفرز في العقل تشتغل أحسن، فالكلام ده بيخلّي إن عندك تركيز أعلى، فنقطة التمرين هي نقطة في صالحنا هنحتاج نوفّر لها وقت مش كبير، وفي نفس الوقت هنضمّها لصناعة المحتوى في خلال الأسبوع بتاعنا، فكده إحنا خلصنا من كل المشاكل اللي قابلتنا. نيجي بقى لآخر نقطة، أنا إيه هدفي من السنة دي؟ وأنا ما أقصدش السنة اللي هي سنة تالتة ثانوي، أنا قصدي إيه هدفي من السنة كلها، 11 شهر، 10 شهور، هيبقى فيها جزء دراسة، هيبقى فيها جزء تمرين، هيبقى فيها جزء صناعة محتوى. إيه هدفي؟ كل اللي هدفي من السنة دي بيتلخص في حاجة واحدة بس، اللي هي إن أكون أحسن 1%، إن أكون أحسن 1% من دلوقتي ومن قبل كده. نيجي بقى نمسك كل واحدة فيهم والتحديات اللي قدامنا. والله الدراسة أنا عايز طبعًا أكون النهارده لو أنا نفترض إن مثلًا في تالتة ثانوي، عايز النهارده أكون أحسن من امبارح وأبذل كل الجهد اللي عندي ما أتخاذلش بجنيه، ما أتخاذلش بأي حاجة عندي، ده بالنسبة للدراسة. بالنسبة للتمرين عايز جسمي يكون أحسن على الأقل خالص 1%، واهتم بأكلي واهتم بالتمرين واهتم بالنوم واهتم بكل حاجة في الجزئية بتاعة صحتي بالذات. نيجي بقى لجزئية صناعة المحتوى، عايز الموضوع يتطور 1% بس كل يوم عايز المحتوى يتطور 1%، إذا كان تصوير، إذا كان إضاءة، إذا كان إلقاء، إذا كان عدد مثلًا المتابعين يزيدوا، نوع المحتوى نفسه يتحسن، كل حاجة عايزها تتحسن بنسبة 1% بس، مش محتاج أكتر من كده في ال11 أو ال12 شهر اللي جايين أو ال10 شهور اللي جايين، مش محتاج أكتر من كده، طول ما أنا ماشي بالعقلية دي، طول ما أنا هانجز، طول ما أنا هاوصل للي أنا عايزه. الكلام ده أنا مش باقوله كده، الكلام ده أنا حققته قبل كده في حاجات هتعرفوها بعدين، مش طالع أألف عليك يعني. أنا سِنّي صغير بس الحمد لله حققت إنجازات، الحمد لله مش كبيرة، ما تقولش إن هو إيلون ماسك 2، لأ مش كبيرة، بس كان بالنسبة لي الإنجازات دي أول ما أنا بدأت كانت أهداف كبيرة برضه، كان بالنسبة لي صعب إني أوصل لها وكان لازم أداوم عليها وكان لازم أتابعها وكان لازم أعمل لها نظام، دلوقتي هي اتحققت، فكذلك برضه صناعة المحتوى، فكذلك برضه التمرين، فكذلك برضه الدراسة. واثق بإذن الله إن أنا هاوصل لهدفي وهارجع لك على الفيديو ده وهاعرّفك فعلًا إن أنا وصلت لهدفي، وأي حد فيكم بإذن الله يخش عندي هناك على جروب الواتساب، فانضمامك للجروب أنا عارف إن هو هيزودك، هيفرق معاك، على الأقل خالص يا عم حتى لو مش هتستفيد خالص بالحاجات اللي أنا هاشاركها معاك، المكالمة الأسبوعية اللي هاحل لك فيها مشكلتك بشكل مجاني، وهاقعد يعني هي هتبقى كمان قعدة حلوة، مش مجرد إن أنا طالع بقى المقدم اللي طالع يحل المشكلة، لأ ده هتبقى قعدة حلوة، هندردش فيها، هنجيب مشروب هنشربه، هنقعد نتكلم مع بعض، هنهزر، نضحك، وممكن نتقابل في يوم من الأيام، أنت متعرفش ليه، ونبقى أصدقاء، إذا كان شباب أو بنات أيًا كان، ولازم تعرف مين اللي عايز يساعدك فعلًا من مين اللي عايز يلعب عليك ومين اللي عايز يكسب من وراك. أتمنى يكون الفيديو ده فادك، ولو عايز تستفاد أكتر شوف الفيديو ده.